اهلا وسهلا بحضراتكم. معكم دكتور انجي مجدي، بكالوريوس علاج طبيعي، دبلومه التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه لدراسات السمنه، ماجستير التغذيه جامعه القاهره. النهارده هنتكلم مع بعض عن افضل الاكلات والمشروبات المهمه لاولادنا قبل وبعد التمرين. ما تنسوناش في دعمكم وقولوا لنا الفيديو عجبكم ولا لا، وتحبوا نتكلم عن ايه بعد كده. هنبتدي مع بعض افضل الوجبات والمشروبات اللي اخدها قبل وبعد التمرين. من أهم التمارين لأطفالنا اللي بيتمرنوا الوجبة اللي قبل التمرين أهم الوجبات، ولازم ما تبقاش قبل التمرين مباشرة، لازم تكون من ساعتين لثلاث ساعات. الهدف منها انها تديني الطاقة من غير ما احس ان معدتي ممتلئة او تقلف معدتي او وخم. فلازم ما تبقاش بعد قبل التمرين مباشرة، من ساعتين لثلاثة. اهتم انها تبقى وجبة كاملة متوازنة فيها كل العناصر الغذائية اللي محتاجاها، من كربوهيدرات عشان الطاقة، من البروتين عشان العضلات، من الخضار عشان الفيتامينز. فانا لو اديت مثال لوجبه متكامله، انا خدت البروتين من الفراخ، خدت الفيتامينز من طبق السلطه، خدت النشويات من الرز او المكرونه في حرنج ال 10 ل 12 معلقه. مثال تاني ان انا ممكن ادي البروتين على هيئه سمك، وادي جنبها خضار متشوح او معمول سوتيه بطريقه صحيه، او بطاطس مسلوقه كنشويات. وجبه تانية ممكن تكون مصدر النشويات في العيش البلدي، ومعاها بيضتين ومعاها كوبايه لبن. وجبه كامله فيها بروتين وفيها نشويات وفيها الياف. الوجبه دي مهمه جدا يا مامز، عشان دي بتضمن ان الطفل ياخد احتياجاته للطاقه اللي مهمه جدا في التمرين، وكمان بتديله البروتين المهم جدا لعضلاته، وبتديله الفيتامينز عشان ما يصابش بنقص في الفيتامينات بعد وقت طويل من التمرين. قولي لنا انت بقى بتدي ايه وجبه قبل التمرين، وبتديها قبل ايه وقت قد ايه، وايه المكونات اللي انت بتعمليها؟ طب قبل التمرين بساعة وانتي اتحركتي من بيتك رايحة النادي، نديله ايه؟ في حاجة مهمة جدا تديله طاقة، وامثلة ممتازة جدا لزيادة الطاقة في الجسم: رفع كمية سكر الدم علشان يبدأ يدي طاقة كبيرة في التمرين من غير ما يحس بإجهاد. كوباية لبن مع موزاية، كومبو ممتاز. بلح مع زبادي رائع جدا لطاقة الجسم وبتديله انرجي رهيبة وقت التمرين وبترفع الادرينالين. تفاحية مع حبة مكسرات، او موزاية مع حبة مكسرات، او توست بمعلقة عسل ابيض مضمون الجودة ومن مصدر موثوق، مش يكون بس سكر. عسل ابيض مهم جدا، او كمان ممكن يبقى اي نوع شوكولات دارك صحية مناسبة لسن الاطفال، مدعمة بالحديد والاوميجا 3. دي وجبات حلوة جدا جدا ممكن نديها قبل التمرين بساعة. طريقنا رايحين التمرين، اخر ساعة قبل التمرين بتديله ادرينالين وبترفع انرجي الجسم بشكل كافي. قولي لنا انت ايه اكتر سناك فيهم عجبك، وايه اكتر حاجة هتبدأي تديها لاولادك قبل التمرين؟ لو ابنك بيتمرن اكتر من تمرين ورا بعض، او اكتر من ساعة تمرين بياخدها، يعني في اطفال بتتمرن ساعتين وهو متواصل، او بتتمرن رياضتين ورا بعض، دي لازم تاخد عصير طبيعي بدون سكر، عصير فراولة، عصير مانجا، عصير برتقان قبل التمرين علشان تزود من طاقته، او ما بين التمرينين. وحاجة مهمة جدا: اوعى اوعى تنسي المية قبل وبعد واثناء التمرين. زي ما كنت بقول ان المية مهمة جدا جدا اثناء التمرين. لازم يشرب من بعد التمرين ب 15 ل 20 دقيقة يشرب كوباية مية. والتمارين الطويلة اكتر من ساعة ونص لازم يشرب مشروب رياضي تحت اشراف الدكتور بتاعه. وده احنا هنتكلم عنه في المشروبات الرياضية اللي ممكن اديها للولاد اثناء التمرين في الفيديو الجاي. بس اهم حاجة اوعي تنسي المية. اكتبوا لنا في الكومنتس لو انتم مهتمين نتكلم عن المشروبات الرياضيه اللي اقدر اديها تزود الكتله العضليه مع الاطفال. اكتبوا لنا في الكومنتس ونعمل له فيديو لوحده. ندخل بقى على اهم وجبه بعد الوجبه اللي قبل التمرين. الوجبه اللي بعد التمرين بقى ايه هي اهم الوجبات علشان يحصل ريكفري للعضلات ويحصل استشفاء عضلي زي ما بنقول، ويعوض الطاقه اللي هو فقدها. انا مش عايزه ابني بعد فتره من التمرين احسه طاقته قليله، عضلاته وقعت، مجهوده قليل، فيتاميناته وقعت، خس. انا مش عايزه كده، انا عايزه احافظ على الكتله العضليه بتاعه ابني ويحصل استشفاء عضلي كويس يعوضه عن الانرجي اللي طلعت منه وقت التمرين. فالوجبه دي لازم ياخدها خلال 30 دقيقه، يعني من ربع ساعه ل 30 دقيقه لازم ياخد حاجه منهم يعوضوا عن اللي فقده. كوبايه لبن مع موزايه، زبادي مع 3 تمرات، ساندوتش جبنه بعصير برتقان فريش، كوبايه لبن وموزايه. اي اوبشن منهم ممتاز جدا يقدر يعوض لي بسرعه النقص اللي حصل في طاقه جسمه، وكمان يحصل الريكفري للماسلز والعضلات، ويجيب ابني ما يتعبش بعد كل تمرين. مهم جدا جدا. قولوا لنا ايه اكتر حاجه فيهم ابنك بيحبها.
أما بقى الوجبة الأساسية اللي بتبقى بعد التمرين بساعتين، ودي وجبة تعويضية عن الإكسرسايز اللي هو عمله، لازم تكون وجبة بالانسد متكاملة فيها حصة نشويات وحصة بروتين وحصة خضار. لو اديت مثال هيبقى طبق رز، فراخ مشوية أو معمولة بطريقة صحية، ويا ريت ننوع للأولاد عشان ما تزهقش، شيش طاووق، بانيه، حواوشي، شاورما، أي وجبة بروتين فراخ، بس طبعا معمولة بطريقة صحية، مش ما اعملوش بعد التمرين مقليات او اعمله متسبك، لازم يكون مطبوخه بطريقه صحيه. وطبعا طبق السلطه اساسي، يفضل يكون عليها زيت زيتون علشان مصدر الدهون اللي هو زيت الزيتون بيساعد على امتصاص الفيتامينز اللي موجوده في الخضار. او ممكن يكون صنف تاني مصدر الأوميجا 3 الرائع تونة أو سمك. الأولاد تاكل السمك 3 مرات في الأسبوع على الأقل، والبنات تاكل مرتين سمك في الأسبوع على الأقل. فاهتموا جدا للرياضيين بسمك والتونة عشان بتمدوا جدا بالأوميجا 3 وبالطاقة. كمان مع طبق السلطة ده أساسي، ممكن يكون أي نوع لحوم معمولة بطريقة صحية، لا مقلي ولا متسبك، ومعاه بطاطس كمصدر للنشويات، ومعاه خضار بدون أي عيش أو رز أو مكرونة. دول أمثلة لوجبات متكاملة بالانسد جدا فيها كل العناصر الغذائيه اللي لازم ياخدها اي رياضي بعد رياضته بساعتين. لو هنتكلم عن افضل المشروبات لاي رياضي سواء سباحه او جودو او كاراتيه او باليه او جمباز او اي انواع الرياضه، الميه رقم واحد والاول والاخير، اهم او اي اهم المشروبات لاي رياضي. تاني حاجه الالبان طبعا عشان الكالسيوم مهم جدا جدا لصحه اي حد بيتمرن. عصير اورنج طبيعي مش محطوط عليه اي اضافات، مش محطوط عليه اي سكر ولا عسل. يفضل عصير برتقال بيور. عصير بطيخ رائع جدا لاي رياضي لان هو بيمده بكل الفيتامينز اللي محتاجه. ممكن عصير مانجا بس طبيعي، بس يبقى مخفف شويه عشان السكر فيه عالي. ميه جوز الهند طبيعي جدا ممتازه جدا 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 لاي حد بيلعب رياضه سواء كبير او صغير. طبعا مش محتاجه اقول لكم لازم نبعد الاطفال عن المشروبات الغازيه ان جنرال، خاصه الرياضي. المشروبات الطاقه وما يليها من اخطار ومشاكل بتحصل بشعة، وإدمان وفقدان للطاقة وزيادة كهرباء المخ بسبب المشروبات الطاقة والريد بول وما شابه. فممنوع خالص للأطفال وخاصة الرياضيين منهم. بنكتشف بلاوي في التحاليل وفي صحة أطفالنا بعد ما نكتشف إن هم بقالهم فترة كبيرة بيشربوا مشروبات طاقة من ورانا، أو بيبسي بعد التمرين، أو أي مشروبات عالية السكر. أي حتى لو كان العصير المعلب إياه اللي موجود في السوبر ماركت اللي مليان سكر ومليان بلاوي، بلاش خالص 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 لأولادنا. اعملي عصير طبيعي في بيتك أفضل كتير جدا من العصير الجاهز اللي بيبقى مليان سكر بدون أي قيمة غذائية. اخر نصيحة نقولها لكم، ما ينفعش ولادنا يبقوا بيتمرنوا اي نوع رياضة وانا مهمل في اكله، لان جزء من قوة تمرينه او من ان هو يوصل لفورمة كويسة او يعمل مجهود كويس في تمرينه هو الاكلات اللي بياكلها. فما ينفعش انا ببقى براعب ابني اي نوع من انواع الرياضة وانا باكله مقليات ومتسبك واكل فاست فود او اكل اصلا صعب الهضم، فتلاقي معدته مش مرتاحة، مش بيأدي بكفاءة كويس في تمارينه، الانبادي بتاعه مش بيرفكت، نسبة الدهون في جسمه عالية، نسبة العضلات في جسمه بتقع، مش بديله الغذاء اللي يساعده على افضل صورة للتمرين. فارجوكم نهتم كويس جدا بوجبات ولادنا ونبعد تماما عن الفاست فود او الاكلات الصعبة الهضم مع التمرين. بعد التمرين ركز على البروتين والكربوهيدرات عشان تعوضوا له الطاقة وترفع له من سكر الدم وتساعده على زي ما قلنا الريكفري، ان العضلة تنمو بشكل صحي، ما يحصلش نزول العضلات ونلاقي الانبادي بعد كده نسبة الماسلز مش مكفية ونسبة الدهون عالية. فمهم جدا ان انا اديله وجبة متوازنة بعد التمرين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وفعلا اكون جاوبت على كل الاسئله اللي بتسالها في العياده، ايه ازاي اهتم بتغذيه ابني اللي بيلعب اي نوع من الرياضه قبل وبعد التمرين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، انتظرونا في فيديوهات تانية. وليكم اي سؤال ابعتوا لنا، قولوا لنا ايه الفيديوهات اللي تحبوا نتكلم فيها سواء عن تغذيتنا او تغذيه المسنين، تغذيه الاطفال، تغذيه الرياضيين، الحوامل، المرضعات، امراض الغده الدرقيه. انا تحت امركم في اي حاجه. لو عجبك الفيديو سيب لنا سؤالك او قول لنا ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو او حسيت فعلا انها المعلومة دي فادتك، واشوفكم في فيديو جديد. دعواتكم معانا، شكرا جدا.